السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان الحمد لله. ايوا فين وصلتوا الحلقات؟ راه حنا مازالين غاديين دقه دقه حتى ان شاء الله يوصل علينا رمضان. اليوم جبت هاد البريوات هادو، هانتوما متيولات، صغارين زوينين بالورقه ديال الفيلو. هانتوما كيفاش كيجيو غزالين بواحد العقده اللي هي ما جديده ما قديمه، عليها بعض التحسينات. الا كنتم مهتمين وبغيتو تشوفوا كيفاش درت لهاد البريوات هادو الحلوين ديال اللوز، تابعوا معايا هاد الفيديو هذا من الاول للاخر وندوزو للتفاصيل. يلا هالبنات ندوزو باش نبداو نحضروا البريوات ديالنا. ندوزو للمقادير. شوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نقول لكم انا المقادير بالضبط، وانتم داك الساعه تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، هذاك الشيء على حسب اللوز اللي عندنا. انا غادي نستعمل هنايا نص كيلو ديال اللوز، وانتم على حسب القياس ديالكم تقدروا انكم تستعملوا السكر وداك الشيء كامل. غادي ناخذ نص كيلو ديال اللوز، غادي ناخذ منه 150 غرام ديال اللوز، غادي نسلقوه ونقيه ونخليه ينشف. ما كنقليه ما حتى شي حاجه، كنخليه هكاك، كنسلقوه ونقيه ونخليه حتى ينشف ليا مزيان. واحد النهار هو كينشف تيولي على هذا الشكل صافي. وهذاك الشيء اللي غادي يشيط ليا 350 غرام ناخذو ديال اللوز اللي سلقته ونقيته وقليته في الزيت. ما كنخليوش البنات يتحمر بزاف في الزيت، كنخليو على هذا الشكل هذا مذهب باش ما تيتغير ليناش اللون ديال العقده لداخل. كنخليوه هكا كيتقلى ليا ولكن ما كنحمروش، كنخليه على هذا الشكل هذا مذهب. من بعد غادي نحتاجو السكر 150 غرام. السكر تقدري انك تزيدي تقدري انك تنقصي. مع نص كيلو 500 غرام خصك تقدري تزيدي حتى 250 غرام، ولكن البنات غادي نديروا ليها العسل من بعد، غادي تجينا شويه حلوه. اما الاحسن الناس اللي ما عندهمش مع الحلاوه بزاف بحالي يديروا القياس ناقص ديال السكر، لحقاش مازال غادي نستعملوا العسل من بعد. ملي غادي نديروها في العسل، اذا غادي نستعمل انا غير 150 غرام ديال السكر. نعاود لكم، عندي 500 غرام ديال اللوز، كناخذ 150 غرام كنديروه مسلوق، ما كنقليه ما والو، كنسلقوه وكنقيوه ونخليوه هكاك. وكناخذ 350 غرام اللي باقيه كنقليوها، كنسلقوها الاول ونقيوها ونقليوها وكتجي على هذا الشكل. كنستعمل معاهم 150 غرام ديال السكر. تقدروا انكم تزيدوا حتى 200 غرام 250 غرام، وانها انما كتجي شويه حلوه. موراها كنستعمل هاد اللي قلت لكم اللي درناها مع السيجار، كنستعمل السكر بنكهه زهره البرتقال. هذه هي البنات، والله الا ننصحكم تقلبوا عليها تشريوها. عرفتي راه كتجي البنه خطيره فيها ملي كنديرها، لا مع اللوز لا مع الكاوكاو، كتجي فيها البنه خطيره زوينه. هذه كنستعمل يا اما بغيتو تستعملوا غير نص تستعملوا النص مع نص كيلو، ولا استعملوا وحده كامله. وغادي نحتاج تقريبا 2 ولا 3 المعالق كبار ديال المزهر. هذا المزهر هذا كيبقى اختياري، مادام استعملتوا هذا السكر ونكهه زهره البرتقال تقدروا تستغنيو على المزهر، ولكن انا كيعجبني البنه ديال المزهر بزاف. في العقده غادي نستعمل معلقه كبيره ديال الزبده صاينه، تقدروا انكم تذوبوها. كل عرفتي دابا هاد الوصفات التقليديه راه كل واحد وشنو مولف والديه تيستعملوا، فهمتي؟ حنا منين كبرنا كنديروا فيها الزبده هكا صاينه. كاينين ناس اخرين اللي كيستعملوا الزبده دايبه، كل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو. انا كنقول لكم على حسب اشنو تربيت من صغري، وانا كنشوف البريوات وكنشوف الوالده كنزيدوا عليها شويه ديال التغييرات ديال السنوات وصافي، ولكن كتبقى هي. وغادي نستعمل واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، حتى هي كتبقى اختياريه، تقدروا انكم ما تستعملوش كاع القرفه. كاينين الناس اللي ما عزيزاش عليهم القرفه، كاينين الناس اللي كيزيدوا ليها المسكه الحره كذلك. انا لا ما كنزيد لهاش المسكه الحره. صافي هادو هما المقادير اللي عندنا، مقادير اللي هما ساهلين. غادي نبدا دابا الاول انني نطحن. كنطحن الطحنه الاولى ومن بعد كنخلطها مع السكر وكنطحنها مزيان حتى كنعلكها. كتجي العقده، راكم عارفين العقده ديال اللوز كتجي معلكه، كتجي معلكه بزاف. غادي نطحن الاول هذا ديال اللوز
غير مسلوق غنطحنو هو الاول. صافي البنات الطحنه الاولى كنطحنو على هذا الشكل هذا، هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي الطحنه الاولى ديالو. ومن بعد ملي غنخلطو مع السكر غادي نطحنوه مزيان حتى كتعلق لينا مزيان. دابا غادي نبدا نطحن اللوز اللي مقلي. هانتوما البنات انا طحنت كلشي، هيا الكاوكاو اللوز الاخر كيجي على هذا الشكل هذا. صافي انا دابا غادي نزيد ليه السكر ديالنا اللي قلنا 150 غرام. صافي وغادي نحركو مزيان تيتجانس مع بعضياتو، ومن بعد نطحنو مزيان حتى يولي معلك ليا. صافي غادي نبدا نطحنو. صافي البنات انا ساليت طحنتهم هانتوما كما قلت لكم كنطحنوه مزيان حتى كيولي على هذا الشكل هذا. غادي نزيدو بسم الله غادي نبداو نزيدو عليها هاد الساشيه هذه. من بعد ناخذ شويه ديال القرفه، انا درت غير نص معلقه بركه. وغادي ناخذ هذيك الزبيده ديالي والمزهر. المزهر غادي نكب بشويه بشويه عيني ميزاني ونبدا نجمع فيها. هانتوما وخاصني نخدمها مزيان ملي كنجمعها ندير فيها كاع المقادير ديالها، خاصني نخدمها مزيان البنات على هذا الشكل هذا باش حتى تخرج ليا كاع هذاك الزيت على هذا الشكل. نبقى ندلك فيها واحد 5 دقائق هكذاك كتعلك مزيان، وعاد كنبقاو نشكلوها كويرات. صافي على هذا الشكل.
حتى تولي لينا على هذا الشكل البنات. نتوما كتشوفوا العقده ديالنا صافي. وغندوزو باش نبداو. هانتوما كتشوفوا كطاوعني ندوزو باش نكوروها. دابا غندوز وغادي نبدا نكور فيها. شوفوا البنات نتوما عينكم ميزانكم، بغيتو ديروها صغيره انا كنديرهم صغارين، بغيتو ديروها كبيره ما تتحتاجش انك تعبريها هذاك الشيء الا كان عندك شي حضور ولا شي حاجه. اما غتصايبيها لدارك راه عينك ميزانك. كنديرها صغيره على هذا القياس هذا. ومن بعد غادي نقول لكم شحال من حبه غادي تخرج ليا بنص كيلو ديال اللوز. شحال من حبه. انا غادي نكور كاع هادشي اللي عندي هنا ونتلاقاو باش نبداو نصايبوا البريوات ديالنا. ومن بعد نقول لكم شحال من وحده خرجت ليا. شحال من وحده غادي تعطينا نص كيلو. كنديرهم انا صغار ما كنديرهمش كبار، كل واحد الذوق ديالو. كاين اللي كيعجبوه يديروهم كبار، انا كنديرهم غير صغيورين. صافي البنات نعاودو نتلاقاو. هانتوما البنات انا ساليت ليها التكوار ديالها. خرجت ليا 79 وحده. كما درت لهم انايا صغارين وداكشي خرجت ليا 79 يعني نص كيلو. الا بغيتي تخرجيه بالقياس والقد ديالي اللي درت انا غادي تخرج لك 79 وحده. صافي انا دوبت الزبده هنايا وخديت العجين هذيك الورقه ديالي ديال الفيلو. كما عارفين البنات انا كنخدم غير بالفيلو، ما نديرش الورقه الاخرى ديال البسطيله. راه صعيب باش تلقاي هنا الورقه ديال البسطيله تشريها ولا انك تصايبيها. ما كاينش الوقت البنات، ما كيكون عندك خصوصا المره اللي كتكون خدامه تيكون عندك غير نهار الحد. ايوا نهار الحد ما حيلتك تجمعي الدار، ما حيلتك تصايبي، ما حيلتك صراحه وقال انا بعدا ما كيقدنيش الوقت. هذاك الشيء علاش كنفضل انني واصلا انا كتعجبني بزاف هاد الورقه ديال الفيلو كتعجبني بزاف، كتجيني مقرمشه وكل شيء. خصكم غير تعرفوا كيفاش ديروا منين تصايبوا البريوات ولا تصايبوا السيجار ولا بها، كيفاش ديروا تحتفظوا بها. كما قلت لكم في الفيديو السابق انه تدخليها للفريغو راه كتبقى غزاله، لا البريوات لا الشباكيه لا اي حاجه اللي فيهم وخام فيهم العسل راه كيبقاو زوينين. صافي انا كنقطع الورقه ديالي على القياس اللي خاصني. ايوا وغادي نكمل التقطاع ونتلاقاو باش نبداو نصايبوا مع بعضياتنا. انا كنفرشهم بحال هكذا، كندير اكثر من وحده باش نستغلوا الوقت. ما غاديش نبقى نفرش بالوحده كنفرش هذا القد. راه العقده منين نصايبوها ضروري خصكم تغطيوها البنات باش ما حتى هي ما كتنشف ليناش، خصنا ضروري نغطيوها. صافي غادي نبدا ندير الزبيده. ندوز ليهم الزبيده كاملين. تقدري انك ديري حتى الزيت الا ما عندكش الزبده متوفره، ديري غير الزيت ما كنكثرش. صافي وغادي نبدا بهذا الشكل. كنبدا
وحده بالوحده على هذا الشكل هذا. حتى الشكل ديالها كيجي صغير، كيجي حسن البنات، حسن من الكبير. كما كتشوفوا كنلوي هكا، نعاود ندير ليها هكا. انا البنات ملي كنديرها ملي كنصايب البريوه ما كنقليهمش داك الساعه، كنخليهم حتى تيباتوا، ولا ما عندكش الوقت على الاقل تخليهم واحد 2 سوايع ولا 3 سوايع كاع. انا في الحقيقه كنصايبهم وكنشدها وكنغطيها مزيان وكنخشيها في الثلاجه وكنخليها حتى لغد لين في الصباح، وقتاش ما يكون عندك الوقت حتى تشرب ليا مزيان، عاد داك الساعه كنقليها. وملي كنقليها البنات عرفتي راه ما كتخرج، ما حتى شي حاجه كتبقى هكا كما صايبتيها كما هذاك الشيء. علاش من الاحسن انك تخليها حتى الغدا. صافي انا غادي وكتخليها هانتوما الشكل اللي كيجي. هانتوما البنات ما كنسدهاش دابا، كنخليها على هذا الشكل هذا وكنخليها حتى الغدا. عاد داك الساعه نسدها ونقليها. نتوما البنات كتجي الشكل ديالها رائع صغير، وما ما كتقطع لياش. هاد الفيلو هادي ما كتقطع لياش بزاف، يعني ما كيضيع لياش. هادشي باش كتعجبني انا، ما كتضيع لياش. صافي البنات انا غادي نكمل هادشي اللي باقي عندي، ومنين نسالي غادي نوريكم النتيجه النهائيه. وغادي نخليها في الثلاجه كما قلت لكم، من الاحسن نخليوها في الثلاجه تبات لينا حتى لغد لين في الصباح. عاد داك الساعه في الصباح ولا في العشيه وقتاش ما تسالي باش تقليها، عاد داك الساعه ندوزو باش نقليوها وباش نطفيوها في العسل ونشوفوا البريوه ديالنا كيفاش غادي تجي. غادي نكمل هادشي ونتلاقاو منين نبغيو نقليو البريوه ديالنا. هانتوما البنات انا ساليت البريوه ديالي، ها هي كيف كتشوفوا كيفاش كتجي الشكل ديالها. هانتوما شفتوا الشكل. صافي انا درتها في هاد الطاوه بحال هكذا، وغادي نشد وغادي ندور عليها الالومنيوم هذاك بابيل سولفيغيزي هكا على هذا الشكل. باش غادي نخليها ندخلها للثلاجه. صافي البنات على هذا الشكل، على هذا الشكل، وغادي نغطيها هكذا ونخشيها في الثلاجه هكذا. صافي ونخليها حتى لغد لين، وعاد داك الساعه نقليوها ونديروها في العسل. صافي البنات نتلاقاو غدا ان شاء الله باش نكملوا البريوات ديالنا. هانتوما البنات من بعد ما كنخليوها الاخر كنديروها كتبدا نقليوها. انا بديت كنقلي، كتبدا حتى كتحمر على هذا الشكل هذا. من بعد
كنهزها وكنديرها في العسل. انا غادي نوريكم العسل. هانتوما البنات ملي كنديرها في العسل على هذا الشكل هذا، ملي كنحس بها تعسلات كنبدا نحيدها. هانتوما كتجي غزاله. هي الا ما حاولتيش عليها ديك الورقه راها سونسيبل بزاف، دغيا كتبدا تهرس. هانتوما هانتوما البنات ها الشكل النهائي ديال البريوه ديالنا ديال اليوم اللي كتجي غزاله شهوه منها. هانتوما كتشوفوا ها الشكل كتجي غزاله. ها الداخل ديالها كيجي مقرمش. ها هي العقده ديالها كتجي غزاله. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وسهله. وراكم شفتوا العقده كيفاش كنديروا ليها. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم استمتعتوا به واستفدتوا منه شي حاجه ولو بسيطه. بهذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في ساعه اخرى وفيديو اخر، وتبقاو على خير.